دلوقتي في حاجه انا عايز افهمها. طبعا احنا كلنا عارفين ان شيكابالا مش هيبقى موجود الماتش الجاي قدام الاهلي اللي هو بكره ان شاء الله. فكابتن، لا مش كابتن، رجل الاعمال ممدوح عباس طلع بيقول لك ان قائد الفريق الاول لنادي الزمالك هيغيب ولعل المنع خير. وبيقول لك قائد الفريق الاول اللي هو عارف انت، اللي هو بيقول لك في الحرب بيبقى قائد الفريق وكده، اللي هو ايه، قائد الفريق المقاتل المحارب علشان مش عارف ايه. فانا عايز افهم ايه سبب حب ممدوح عباس، طبعا مع احترامي طبعا لممدوح عباس، في شيكابالا. انا عايز افهم، مع ان في ناس اساطير تانية موجودين لسه حاليا مع الفريق وما بنشوفش كمية التقدير والحب من ممدوح عباس ليهم، مثلا زي عمر جابر، عبد الشافي، موجودين حاليا مع الفريق وبيضحوا بيضحوا عشان الفريق واخلصوا نادي الزمالك فعلا، ويمكن فعلا مؤثرين في نادي الزمالك اكتر من شيكابالا. فانت ليه يا كابتن ممدوح عباس بتحب شيكابالا الحب ده؟ ممشي جروس علشان شيكابالا. فهل لو كان جروس كان عامل كده مثلا مع عبد الشافي او مع عمر جابر، كنت هل هنشوف منك نفس رد الفعل؟ او كان غابوا مثلا على ماتش القمه، كنت هتطلع تقول كده؟ ما افتكرش ان انت كنت مثلا تقول لي غياب القائد والمحارب عمر جابر او عبد الشافي عن اللقاء. ما افتكرش ان ده هيحصل. فانت لا بتحب شيكابالا، هل علشان هو بياخد لقطات وبيعمل لقطات حلوه؟ يعني هل لو عمر جابر او عبد الشافي كانوا بيعملوا اللقطات بتاعت شيكابالا كنت هتحبهم؟ ده اكيد اه. ما هو انت ما دام انت بتحب شيكابالا عشان اللقطات وعلشان هو اوف وجامد ومش عارف ايه، انما علشان هم محترمين ما بيعملوش لقطات، بيحترموا الجمهور التاني والفريق الخصم ومش عارف ايه، مش بتحبهم. ده من وجهة نظري، فانت برضو قول وجهة نظرك.